طبعا بظل هذه الظروف وبظل الاستفزازات الإقليمية والعالمية على شعبنا، شعب المنطقة شمال وشرق سوريا، أثارت بعض الأحقاد، لأنه شافت بعض خلايا داعش وبعض بقايا جبهة النصرة أثارت أحقاد. يعني شافوا أنه الشعب العربي والكردي وباقي المكونات كلها يعني شعب متآخي وشعب أثار أحقاد الخلايا النائمة. شاف يعني من خيرات ومن عطاء ومن أمن ومن أماء ما قدمته الإدارة الذاتية للشعب. فإحنا مع هذه التمشيط ومع الحملات اللي تطلع، لأنه هذا هو يعود بأمن واستقرار البلد. وإحنا أصلا إذا ما في عندنا حملات وتمشيط يعم الفوضى ويعم الفساد وتعم العصابات التي عشناها وصنعناها بدماء شهدائنا وعشنا فيها الخير والأمان وتأمن كل طلباتنا. وإحنا ما نقبل أي معتدي سواء من بقايا الأتراك أو من بقايا داعش أو من بقايا جبهة النصرة. وإحنا ما نشكر قوات قصد على هذه التمشيط وعلى هذه الحملة. والسلام عليكم. احنا كوجهاء وشيوخ عشائر نؤيد الحملة ضد الخلايا الإرهابية النائمة، ونناشد قوات سوريا الديمقراطية وقوات درع الجزيرة والفرات بملاحقة هؤلاء العصابات الإرهابية واللي متورط بقتل الشيوخ وضرب الحواجز وما يشبه ذلك. نريد محاسبتهم ويخضعون للمحاكم القانونية. احنا عشائر الجزيرة السورية احنا مع قوات قصد قلبا وقالبا، ولن نضحي بشبر من أرضنا فمثل للدولة التركية ولا أي عدو محتل. وهذه الأرض أرضنا، عرب وكرد وسريان وأرمن فمثل، والوطن للجميع. يعطيهم العافية الرفاق بالعمل اللي قاموا به في قوات سوريا الديمقراطية ومتابعة الإرهابيين الذين ألحقوا أضرار بهذا البلد. يعطيكم العافية.